السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. في تاريخ 4 فبراير من سنة 2017 كان يوم عادي وطبيعي، وكان في أم وبنتها رايحين وبيدوروا على بيت علشان يأجروه، وكانوا حاطين مواصفات خاصة للبيت اللي كانوا بيدوروا عليه. ومن خلال نشر بعض الإعلانات توصلوا لواحد كان بيتاجر في العقارات. قرر الشخص ده إنه يدلهم على بيت هو عارفه وكانت بتنطبق عليه المواصفات اللي كانوا بيدوروا عليها. بدأوا إنهم يتبعوه علشان يوصلوا للمكان اللي كان فيه البيت، وبمجرد دخولهم لمنطقة غابات، وبعد ما دخلوا لهناك بدقايق معدودة أصوات الصرخات والضرب والاعتداء ابتدت إنها تنتشر في المكان. ولكن السؤال دلوقتي، إيه اللي حصل بعد دخولهم للغابة؟ ومين الشخص اللي اعتدى عليهم بالصورة الوحشية دي؟ استعدوا علشان هتسمعوا تفاصيل قصة أحداثها لو كانت عبارة عن فيلم هنقول إنه فيلم مبالغ فيه، وإن الشاهد الوحيد واللي يقدر يدين الجاني هو واحد من الضحايا. من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، يلا بينا نغوص في أعماق قصتنا. بتدور أحداث قصتنا في جمهورية جواتيمالا، واللي بتقع في أمريكا الوسطى، وتحديدا في مدينة اسمها كيتسالتنانجو. هناك كان عايش بنت اسمها جابرييلا باريوس، واللي كان عمرها في وقت أحداث الواقع 26 سنة. أمها كان اسمها أوربا ليلي لوبيز، وأبوها كان اسمه نيرو باريوس، وكانوا الاتنين بيعملوا كمعلمين. ونيرو وأوروبا ليلي أنجبوا طفلين في خلال فترة زواجهم، ولد واللي كان اسمه إيريك بالإضافة لبنتهم جبرييلا. جبرييلا كانت بتتوصف من كل الأشخاص المحيطين بيها إنها بنت بريئة ومتواضعة، بسيطة جدا في كل تعاملاتها مع المحيطين بيها، وإن الكل كان بيحس بالدفء والحنان لما كانوا بيقربوا منها. مدرسينها في المدرسة كانوا دايما بيشوفوها إنها مش بس بنت ملتزمة أكاديميا، هي كمان كانت متمسكة بالعادات والأخلاق والقيم اللي زرعها فيها أبوها وأمها. جبريالا كانت من سن صغير جدا منخرطة في الكنيسة اللي كانت أسرتها بتتردد عليها، وكانت دايما بتشارك في الأعمال الخيرية هناك. وزي ما قلت لكم إن جبريالا كانت متفوقة جدا دراسيا، وعلشان كده بعد ما انتهت من المرحلة الثانوية قررت تدرس الهندسة المعمارية. وبعد ما انتهت من دراستها في الجامعة بدأت إنها تنشئ بالاشتراك مع صديقة ليها كانت بتدرس معاها في نفس الجامعة، بإنهم يأسسوا شركة للهندسة المعمارية تكون خاصة بيهم. وجبريالا ما كانتش بس شاطرة في الهندسة المعمارية، هي كمان التحقت بدورة لتعليم فنون الطهي، وكانت بتحب جدا الشعر والبلاغة، حتى إنها نشرت مدونة شعرية باسمها، وكانت بتعمل في عمل تطوعي بشكل جزئي في المحطة الإذاعية للكنيسة اللي كانت بتتردد عليها. جبريالا كانت دايما معروفة بأنها شخصية عنيدة وقوية، وإنها في يوم من الأيام هتحقق طموح وأحلام كتير جدا كانت بتحلم بيها. وفي يوم من الأيام وفي أثناء ما كانت جبرييلا ملتحقة بواحدة من الجمعيات الخيرية اللي كانت بتمد بعض الأطفال في مستشفى للسرطان ببعض المساعدات المادية، قابلت شخص واللي كان مهم جدا في حياتها، واللي كان اسمه إريك لامسيرو. جبرييلا وإريك بمجرد ما اتقابلوا مع بعض كان في ما بينهم رابط عجيب، وكانوا حاسين باندماج كبير في شخصياتهم. وبعد مرور فترة من تعارفهم نشأت ما بينهم علاقة عاطفية، وبدأوا الاتنين يخططوا لأحلامهم ومستقبلهم مع بعض، والحياة اللي كانوا هيكملوا فيها وهم بيمشوها خطوة بخطوة. ولكن بكل أسف في الوقت اللي جبريلا كانت بتحلم فيه بالمستقبل المفروش بالورد قدامها، أسرتها ضربتهم المأساة بخبر ما كانوش يتوقعوه، لأن أبوها تم تشخيصه بأنه مصاب بسرطان المخ، وأنه في الوقت ده كان لازم يخضع لعملية جراحية دقيقة جدا. بعد ما خضع للعملية كان هيقعد فترة في التعافي، وكان مش هيقدر يتحرك بصورة طبيعية، وعلشان كده كانوا لازم إنهم يعدوا البيت اللي كانوا عايشين فيه في فترة تعافي أبوهم بطريقة معينة. ولأن الموضوع ما كانش هينفع إنهم يعدلوا بيتهم من أول وجديد، قررت جبرييلا هي وأمها ليلي إنهم يحاولوا يستأجروا بيت تاني علشان حياة الأب هناك تكون أسهل. بالفعل فضلوا يبحثوا عن البيت اللي كان بمواصفات معينة علشان يتناسب معاهم لفترة طويلة، ونشروا إعلانات في كل مكان. وتواصل معاهم في تاريخ 3 فبراير من سنة 2017 شخص واللي كان بيعمل كمسوق عقاري، وقال لهم إن عنده بيت بنفس المواصفات اللي بيدوروا عليها، وبيبعد عن بيتهم مسافة لا تتخطى 8 أميال تقريبا. بعد تواصل جبرييلا والشخص اللي كان بيكلمها مع بعض اتفقوا إنهم يتقابلوا في تاريخ 4 فبراير من سنة 2017. وبالفعل راحت جبرييلا هي وأمها علشان يقابلوا المسوق العقاري. جبرييلا في أثناء ما كانت ماشية مع الشخص اللي كان بيدلهم على البيت
هي وأمها كانت بتصور بعض مقاطع الفيديو للمنطقة اللي فيها البيت، وكانت بتشاركها على جروب على الواتساب واللي كانت منضمة ليه هي وأفراد أسرتها. وكان من المفروض إنهم هيروحوا هي وأمها يشوفوا البيت وبعدين يرجعوا للبيت مرة تانية، ولكن جبريلا هي وأمها ليلي اختفوا تماما، ولا وصلوا للبيت في المساء ولا أي حد قدر يتواصل معاهم تليفونيا. طبعا الأمر ده ولا كان من عادة جبريلا ولا من عادة أمها ليلي إنهم يختفوا بالصورة دي بدون ما يطمنوا أي حد عليهم، وعلشان كده الخوف والذعر كان بيزيد جوه قلب أبوها وأخو جبريلا بالإضافة لزوجها إيريك. كانوا بيخرجوا لكل مكان وبيحاولوا إنهم يدوروا عليهم ويلاقوهم. بالفعل قدروا إنهم يتوصلوا لليلي أم جبريلا، ولكن حالتها كانت سيئة جدا، وكان من الواضح إن ليلي هربت من المكان اللي تم الاعتداء عليهم فيه. كانت معرضة لضربات في مختلف أنحاء جسدها كان مغطى بالكدمات، بالإضافة إن كان عندها إصابات متعددة في الرأس، إصابات متعددة في الوجه، وأضلع مكسورة. واللي لقوها كانت موجودة في الحالة اللي كانت عليها كانوا بعض السكان المحليين اللي بيمروا بالقرب من نهر من الأنهار. شافوها وهي ممددة على الأرض وهي بتصرخ وبتطلب المساعدة. فورا الأشخاص اللي شافوها أخدوها ونقلوها لأقرب مستشفى. ليلي لما وصلت للمستشفى كانت في حالة سيئة جدا، ولكنها كانت في كامل وعيها. وآخر اسم قالته قبل ما تفقد الوعي وهي في المستشفى هو إيمرسون مارين. وخلوني أقول لكم إن إيمرسون مارين كل الأشخاص اللي سمعوا بالاسم من ليلي كانوا عارفين هو مين كويس جدا، لأنه كان شخص شهير في المدينة بل في جمهورية جواتيمالا كلها. إيمرسون هو كمان كان بيعيش في مدينة كوتسالتينانجو، وكان عمره في وقت أحداث الواقعة 40 سنة. كان لاعب كرة قدم شهير جدا في جمهورية جواتيمالا، وكان بيخطو على نفس خطى أبوه واللي هو كمان كان لاعب كرة قدم شهير جدا. أميرسون كان معروف بأنه شخص عدائي، وأن شخصيته بيتحكم فيها نوع من أنواع الانتقام حتى لما يكون في الملعب وبيمارس الرياضة. هو كان معروف بالأسلوب ده، وكانوا مدربينه بيتعاملوا معاه على هذا الأساس. وكان المهم عندهم إنه بيحقق بعض الإنجازات وبيخلي الفريق يفوز ومش أكتر من كده. أما عن تصرفاته جوه الملعب فكان الكل بيغض الطرف عنها. واستمر إيمرسون في نفس الحياة ونفس الطريقة العدائية اللي كان بيتعامل بيها لحد ما وصل لسن ال 30 سنة من عمره، يعني تقريبا لحد سنة 2007. في الوقت ده اعتزل من الرياضة بحكم السن، وكانوا مدربينه شايفينه إن لياقته البدنية ما بقتش زي الأول. وخلوني أقول لكم إنه بمجرد ما بعد عن ساحة الملاعب وبعد عن الأضواء والجماهير اللي كانت بتحاوطه من كل مكان، سلوكه العدائي زاد أكتر وأكتر، ولكنه كان مختفي تماما ومحدش كان يعرف عنه أي أخبار. هو كان نشط جدا على حسابه على منصة فيسبوك، وكان بينشر بعض الصور وبعض الجوائز اللي تحصل عليها في أثناء ما كان لاعب رياضي محترف. يعني تقدروا تقولوا شوية ذكريات من الماضي كان عايش على أطلالها، وكان في بعض المشجعين والمعجبين بيه كانوا بيتابعوه وكانوا بيحاولوا دايما انهم يقولوا له انهم فاكرينه ومفيش اي حد نسيه. ولكن فكره الصوره اللي كان الكل محتفظ بيها لاميرسون بانه شخص رياضي كان ليه اسلوب معين ولكنه كان بيتحصل على الجوائز، فكره ان ليلي تطلع وتقول ان هو الشخص اللي اعتدى عليها واعتدى على بنتها وان هو اللي تسبب ليهم في كل الاصابات اللي كانوا مصابين بيها، كانت فكرة مفيش أي حد قادر يفهم إيه الرابط ما بينهم. البعض كان بيعتقد إن ممكن ليلي تكون قالت اسم من عقلها الباطن في الوقت اللي قبل ما تفقد فيه الوعي، وإن الموضوع ملوش أي علاقة بإميرسون. ولكن البعض الآخر كان بيعتقد إن في رابط، وإن ليلي بتوجه بأصابع الاتهام تجاه إميرسون مارين. ولكن السؤال الأهم، جبرييلا بنت ليلي كانت موجودة فين؟ من المفروض إنها كانت مع أمها في نفس المكان اللي تم الاعتداء فيه عليها. إزاي أمها قدرت إنها توصل لحد الطريق في حين إن جبريلا مفقودة تماما ومفيش أي حد قادر يحدد مكانها؟ فاكرين لما قلت لكم إن ليلي لقوها على ضفة واحد من الأنهار؟ في الوقت ده كل الأشخاص المحيطين بجبريلا وليلي من الأهل والأصدقاء والمعارف بالإضافة لزوج جبريلا راحوا لمنطقة ضفة النهر اللي لقوا فيها ليلي، وكانوا بيدوروا على جبريلا في احتمالية إنها ممكن تكون موجودة في نفس المكان. وطبعا مع تقديم بلاغ من إيريك زوج جبريلا بدأ أفراد الشرطة إن هم كمان يدوروا عليها في كل مكان، وتحديدا في المنطقة اللي لقوا فيها أمها ليلي. وبعد مرور يوم واحد من العثور على ليلي، وتحديدا في تاريخ 5 فبراير من سنة 2017، وصل الخبر المؤسف اللي ما كانش فيه أي حد منتظره. أفراد الشرطة قدروا إنهم يتوصلوا لجسد جبريلا، ولكن بكل أسف كانت فرقة الحياة. جبريلا كانت موجودة في النهر، ولما المياه انحصرت في تاني يوم قدروا إنهم يشوفوا جسدها،
هي كانت موجودة قدام عينيهم بكل أسف في نفس المكان اللي لقوا فيه أمها، ولكنهم ما كانوش قادرين يشوفوها. جبريالا تقريبا كانت معرضة لنفس الإصابات اللي أمها كانت معرضة ليها، باستثناء إن كان في جروح متعددة في منطقة الرقبة والصدر والبطن عندها، وكان واضح إنها دخلت في صراع وحشي مع الشخص اللي كان بيهاجمها وبيعتدي عليها. إريك زوج جبريالا لما شاف جسدها، هو كان ما بين إنه يتعرف عليها وما بين إنه كان بينكر الأمر. وجهها كان متورم بصورة مبالغ فيها لدرجة إن كان يصعب التعرف على ملامحها. علشان كده قرر أفراد الشرطة إنهم ياخدوا عينة من الدي إن إيه من أخو جبريلا ويفحصوها مع عينة الجسد علشان يتأكدوا أو ينفوا هل الجسد ده بيعود ليها ولا لأ. وبالفعل النتيجة رجعت ليهم وتأكدوا بأن الجسد اللي كان قدامهم هو جسد جبريلا بما لا يدع أي مجال للشك. تقرير الطب الشرعي لجبريلا كان بيقول إنها كانت مصابة بجرح عميق جدا في القلب وإصابة في الشريان التاجي، واللي كانوا بيتسببوا ليها في نزيف حاد في القلب وكانوا السبب في إنهاء حياتها. بعد الانتهاء من تشريح جسد جبريلا سلموه لأسرتها علشان يجروا ليها مراسم الجنازة الأخيرة. طبعا الأسرة كانت في حالة من الصدمة، هما ما قدروش يتعافوا من الصدمة اللي تعرضوا ليها بإصابة الأب بسرطان المخ. وفي الوقت الحالي ليلي ما بين الحياة والموت في المستشفى، ومن المفروض إنهم يأدوا مراسم الجنازة لجبريلا. صدمات متعددة ومتتالية، والأسرة ما كانتش قادرة تستوعب الموقف، ولكم أن تتخيلوا حالة الحزن اللي كانوا فيها. وطبعا المطلب الوحيد اللي زوج جبريلا وأبوها كانوا بيطلبوه في الوقت ده هو تحقيق العدالة، بما إن ليلي أشارت على شخص بعينه وقالت إن هو الشخص اللي هاجمها هي وبنتها، فما فيش أي مجال للشك ولا في أشخاص ممكن إنهم يشتبهوا فيه تانيين. ولكن خلوني أقول لكم إن الجماهير اللي كانت بتشجع إميرسون في وقت مجده بدأوا إنهم يهاجموا أسرة جبريلا وليلي، وكانوا بيقولوا انهم بيدعوا عليه بالباطل وانهم بيرموه ببعض الاتهامات اللي ملهاش اي اصل على ارض الواقع. وهنا ابتدت حاله التوتر تزيد عند اسره جبريلا، بانهم كانوا شايفين بان الموضوع مش هيكون سهل زي ما كانوا معتقدين في انهم يوجهوا باصابع الاتهام لاميرسون علشان يخضع للمحاكمه ويتم الحكم عليه. الشرطه في غواتيمالا اعلنت رسميا من خلال مؤتمر صحفي انهم توصلوا لبعض الادله اللي تقدر انها تحدد لهم الجاني، وان الادله دي كانت عباره عن اداه الجريمه وبعض اثار للدي ان ايه للجاني، وانهم هيقدروا من خلالها يوجهوا له اصابع الاتهام. وكمان كانوا بيعتقدوا انهم قدروا انهم يتوصلوا للدافع من خلال بعض الممتلكات الخاصه بجبريلا وامها ليلي، واللي كانت مفقوده منهم تماما في الوقت اللي تم العثور فيه عليهم. وكانوا بيعتقدوا ان الدافع ورا الجريمه كان بدوافع السرقه. وفي الوقت اللي كان افراد الشرطه بيدوروا على إميرسون علشان يلقوا بالقبض عليه ويوجهوا له الاتهام، اكتشفوا انه ذهب مع الريح ومبقاش ليه اي اثر، ومفيش اي حد كان قادر يحدد مكانه. من ضمن الادله اللي جمعها افراد الشرطه كان مقطع فيديو واللي صورته جبريلا بنفسها. فاكرين لما قلت لكم انها كانت بتلتقط بعض مقاطع الفيديو للطريق المؤدي للبيت اللي كان المسوق العقاري مصطحبهم ليه؟ في الوقت ده هي أرسلت مقاطع الفيديو على جروب الواتساب اللي كان منضم ليه أفراد أسرتها. في مقطع الفيديو ده ظهر شخص ولكنه ما كانش ظاهر بشكل كلي، ولكن أفراد الشرطة من خلال هيئة الجسد والحركة وبعض التفاصيل قدروا إنهم يتوصلوا إن الشخص ده هو إميرسون اللي أشارت ليه ليلي أم جبريلا قبل ما تفقد الوعي بمجرد وصولها للمستشفى. حتى إنهم لما كانوا بيحللوا مقاطع الفيديو دي مرة ورا مرة، مقطع منهم ظهر فيه إميرسون بوشه وكانوا متأكدين إنهم شايفينه قدامهم. في الوقت ده بدأ أفراد الشرطة إنهم يرسموا جدول زمني علشان يعرفوا إيه التفاصيل اللي حصلت بالظبط ووصلت إميرسون بإنه يهاجم ليلي وبنتها جبريلا. المكان اللي كان متفق عليه إن إميرسون هيقابل فيه جبريلا وأمها ليلي كان قدام بيته، ورصدت كاميرات المراقبة وصولهم قدام البيت، ولكن كان واضح إنهم وقفوا وفضلوا يتكلموا مع بعض. واللي اتضح من ليلي بعد كده لما استعادت وعيها إن إميرسون لما قابلهم على باب البيت وضح ليهم بإنه ما يقدرش يدخلهم لجوه البيت في الوقت الحالي، لأن الأشخاص اللي كانوا مستأجرين البيت في السابق لسه ما أخلوهوش، وهو ما يقدرش يدخلهم وهم موجودين في الداخل، وإنهم هيخلوا البيت في خلال ساعة تقريبا وبعدها يقدر يدخلهم يتفرجوا على البيت زي ما هم عاوزين. واقترح عليهم إنهم يقضوا الساعة دي في إنهم يروحوا يتفرجوا على نهر موجود في غابة ورا البيت مباشرة. ليلي وجبريلا ما كانوش مدين أي إخوانة، كانوا شايفين إن مفيش أي مانع إنهم يستكشفوا المنطقة المحيطة بالبيت. مشيوا معاه في طريق ترابي كان في غابة من الغابات ورا البيت مباشرة، ودخلوا هناك في كوخ خشبي كان موجود في المنطقة. وبمجرد دخولهم بدأ إميرسون إنه يهاجمهم مباشرة
بدون ما يتكلم معاهم ولا يوضح ليهم هو بيهاجمهم ليه. ليلي كانت بتقول إن إميرسون بمجرد دخولهم بدأ إنه يسدد اللكمات لبنتها جبريلا في الوجه مباشرة، وكان بيطلب منهم تليفوناتهم وفلوسهم وكل شيء موجود معاهم. ولما ليلي حاولت إنها تدافع عن بنتها جبريلا بدأ إنه يسدد ليها اللكمات هي كمان. وفي الوقت ده جبريلا وليلي قرروا إنهم يوقفوا الموضوع عند الحد ده، وبدأوا إنهم يسلموه كل مجوهراتهم، كل فلوسهم، كل التليفونات اللي كانت معاهم علشان يسيبهم في حالهم. ولكن من الواضح إن إميرسون ما كانش ناوي على خير، وما كانش هيكتفي بسرقة الممتلكات اللي كانت موجودة معاهم. ليلي بتقول إنهم بعد ما سلموه كل شيء بدأ إنه يسحب قطعة من الخشب كان محضرها في الكوخ الخشبي اللي كانوا واقفين فيه، وإن قطعة الخشب دي كانت مزودة ببعض المسامير، وبدأ إنه يهاجمهم بيها بطريقة وحشية وجنونية. حتى إن ليلي كانت بتوصف الضربات ليها هي وبنتها جبريلا بإنها كانت بأقصى قوة إميرسون، لدرجة إنه كان بيضربهم وهو مش مميز إنهم سيدات، وما كانش بيفرق ما بين جبريلا وما بين ليلي، هو كان بيسدد ضربة هنا وضربة هنا علشان يتأكد إنه مسيطر على الاتنين ومفيش أي واحدة فيهم هتقدر تهرب من المكان. ليلي في الوقت ده قالت إنها وقعت على الأرض هي وبنتها، وكانت شايفة إن عين العقل إنها تمثل إنها فرقة الحياة، كانت ثابتة في مكانها ما بتتحركش نهائيا، وبنتها جبريلا هي كمان ما كانتش بتتحرك. ليلي قالت إنها استمرت في الوضعية اللي كانت فيها لحد ما تتأكد من إن إميرسون مشي من المكان تماما، وقالت إن هو كان بنفسه بيحاول إنه يجر جسدهم علشان يرميهم في النهر، وإن مفيش أي حد هيقدر يثبت عليه فعلته، ومشي من المكان. ليلي قالت إنها فضلت ثابتة في مكانها لحد ما تتأكد من إن إميرسون مشي تماما وإنه مش هيرجع ليها مرة تانية. طبعا الوقت اللي ليلي بتتكلم عنه كان عبارة عن 30 دقيقة على حد وصفها، مروا عليها وكأنهم سنين. في الوقت ده وبعد ما اتأكدت من إن إميرسون مش موجود في المكان وإنه مش هيرجع مرة تانية، بدأت إنها تنده على بنتها جبريلا، وكانت بتترجاها في إنها ترد عليها، ولكن بكل أسف جبريلا ما كانتش بترد على أمها نهائيا. ليلي كانت بتقول إن إميرسون لما سابهم على ضفة النهر، وإنها في الوقت ده كانت قدام حل من الاتنين، إما إنها تسيب بنتها وهي متأكدة بإنها فرقة الحياة بعد محاولات متعددة منها من إنها ترد عليها، أو إنها تحاول تطلع بنفسها وتطلب المساعدة. ولقيت إن مفيش أي حل غير إنها تتحرك، لأن ابنها وزوجها اللي زي ما قلت لكم أجرى عملية جراحية كان محتاج للمساعدة، وليلي كانت شايفة إنها مسؤولة عنهم، وإنها لازم تبلغ الشرطة عن الشخص اللي أنهى حياة بنتها واعتدى عليهم وهاجمهم بوحشية. كانت في البداية بتحاول تسحب جسد بنتها معاها علشان تعدي بيها من النهر وبعد كده توصل للضفة الناحية التانية، ولكنها بكل أسف قوتها ما كانتش كافية. بعد ما سحبت لمسافة مش بعيدة عن ضفة النهر ما قدرتش إنها تتحمل إنها تسحبها أكتر من كده، وجبريلا سقطت منها في القاع. في الوقت ده ليلي قالت إنها سابت نفسها للطيار وكانت ماسكة بقطعة من الخشب وصلتها لضفة النهر من الناحية التانية، وبعدها بدأت إنها تزحف على الطريق لحد ما وصلت للطريق الرئيسي. وفي الوقت ده بدأت إنها تصرخ بأعلى صوتها وتستنجد بكل الأشخاص اللي كانوا بيمروا من المكان، واللي بدورهم بمجرد ما شافوا ليلي في الحالة اللي كانت فيها نقلوها لأقرب مستشفى. الاعترافات اللي قدمتها ليلي بعد ما استعادت وعيها كانت بتتطابق مع الجروح اللي كانت في جسدها وفي جسد بنتها جبريلا، واتضح من خلال التقرير الطبي ان جبريلا بالفعل كانت فرقة الحياة، وان فكرة ان امها اخدتها وحاولت تجرها لحد النهر ما كانتش السبب في انهاء حياتها، وتفسر ليهم السبب ليه جبريلا كانت موجودة في النهر، وان جسدها كان مغمور بالمية بالكامل، وإن مفيش أي حد شافها إلا بعد انحسار مياه النهر. الشرطة كانت بتدور على إميرسون في كل مكان محتمل على مدار شهر كامل، وما كانش صدر قرار رسمي بالبحث عنه في كل جمهورية جواتيمالا. ولكن بعد مرور شهر وتحديدا في بدايات شهر مارس من سنة 2017 صدر القرار، وبدأوا إنهم يدوروا على إميرسون بإنه مشتبه فيه وإنه لازم يتم إلقاء القبض عليه. إميرسون في الوقت ده كان بيتم توجيه الاتهام ليه بإنهاء حياة جبريلا ومحاولة إنهاء حياة ليلي، بالإضافة لتهمة بالسرقة المشددة أو السرقة تحت التهديد. وطبعا الاتهام ده كان موجه ليه بعد الاعترافات اللي قدمتها ليلي بأنه كان بيطلب منهم كل ممتلكاتهم. طبعا كل سكان مدينة كوتسالتنانجو كانوا عارفين كويس جدا إنهم لو هديوا ونسيوا الموضوع إن الشرطة هي كمان هتكبر دماغها ويقفلوا ملف القضية، وجبريلا وأمها ليلي حقهم مش هيرجع أبدا. وعلشان كده كانوا كل يوم والتاني بينطوا لهم في الشارع، بيمشوا في مسيرات وبيرفعوا لافتات
بيطالبوا فيها بتحقيق العدالة لجبريلا وأمها ليلي، وكانوا بيضغطوا على السلطات وعلى الشرطة على وجه التحديد بأنهم يحددوا مكان إميرسون ويوجهوا ليه الاتهام رسميا ويوجهوه للمحاكمة. وبدأ الرأي العام بعد ما كان البعض منهم متعاطف مع إميرسون والبعض الآخر متعاطف مع جبريلا وأمها ليلي إنهم يقتنعوا بأن إميرسون مش ملاك بجناحات، وإنه ممكن يكون بالفعل ارتكب الجريمة، وخاصة بعد إعلان الشرطة عن إنهم عندهم بعض الأدلة اللي بتدين إميرسون بما لا يدع أي مجال للشك. منظمات حقوق المرأة والدفاع عنهم ضد العنف كانوا مهتمين جدا بالقضية، وخاصة بعد أول جلسة استماع للمحاكمة واللي ما حضرش فيها إميرسون، وكان بيتعرض فيها بعض التفاصيل وخاصة تقرير الطب الشرعي لجبريلا والتقرير الطبي لأمها ليلي وحجم الإصابات اللي كانت في جسدهم وقت العثور عليهم. في أثناء الوقت ده ابتدى البعض يتكهن ويحط بعض النظريات بأن جبريلا هي وإميرسون كانوا مثلا على معرفة ببعض، وإنه كان معجب بيها، حب يدخل معاها في علاقة عاطفية وهي رفضت لأنها سيدة متزوجة، علشان كده قرر إنه يستدرجها ويعتدي عليها بالضرب هي وأمها، وإن الموضوع خرج عن نطاق السيطرة. ولكن الشرطة في الوقت ده أعلنت إن الموضوع غير صحيح بالمرة، لأن من خلال فحص سجلات الهاتف لتليفون جبريلا والتليفون أمها ليلي اتأكدوا بأن الاتصال والتواصل ما بينها وما بين إميرسون ما حصلش إلا في تاريخ 3 فبراير من سنة 2017، يعني قبل الواقعة بيوم واحد، وإنه مستحيل يكون كان بتربطهم أي علاقة في السابق. والبعض الآخر كان بيحط نظرية تانية بأن الموضوع ما كانش معد ليه مسبقا، وإن إميرسون بما إنه بعد عن الأضواء، بعد عن الشهرة، وبعد عن المجد، الفلوس اللي كانت معاه بدأت إنها تقل، وفي مرحلة ما بسبب احتياجه المادي قرر إنه يستدرج جبريلا وأمها بشكل عشوائي، وإنه ما كانش مستهدفهم على وجه التحديد، وكان الموضوع بدافع السرقة، وإن الموضوع ما كانش مخطط ليه مسبقا. ولكن فكرة القوة المفرطة اللي كان بيستخدمها إميرسون في اعتدائه على جبريلا وأمها ليلي هي اللي كانت محيرة جدا، إما إنه شخص مضطرب عقليا أو إنه بيكن ليهم أحقاد وضغائن لا تنتهي. وبعد مرور 3 شهور على الواقعة بدأ بعض الأصدقاء والمعارف وعلى رأسهم زوج جبريلا إنهم يخرجوا في مسيرات كتكريما لذكراها، وفي نفس الوقت يفكروا الشارع بيها. كان زوج جبريلا لابس فيها ملابس مهرج، والمهرج ده كانت ملامحه حزينة جدا، كان بيوضح قد إيه إنه معترض على النظام ومعترض على الطريقة اللي بيتبعها أفراد الشرطة في إلقاء القبض على إميرسون وتعاملهم مع القضية في المجمل. وكان بيقول إن جبريلا كان قدامها أحلام كتير ومستقبل كبير، وإنها كانت تستحق حياة ونهاية أفضل من كده. ومع الضغط الإعلامي، لأن كل الصحفيين كانوا في الجرايد شايفين تراخي كبير جدا من الشرطة في البحث عن إميرسون، بدأوا إنهم يضغطوا عليهم ويطالبوهم بإنهم يتعاملوا مع الموضوع بجدية أكتر من كده. وهنا الموضوع اتصاعد أكتر، حتى إن وحدة الانتربول هي اللي كانت بتبحث عن إميرسون، وبدأوا إنهم ينشروا صور ليه بأشكال وقصات شعر مختلفة على أمل إن أي حد يشوفه في أي مكان يتعرف عليه، ورصدوا مكافأة لأي شخص يدل عن المكان اللي موجود فيه. وبعد مرور قرابة ال7 شهور على الواقعة اللي تم فيها إنهاء حياة جبريلا ومحاولة إنهاء حياة أمها ليلي، وتحديدا في شهر سبتمبر سنة 2017، بالفعل وأخيرا السلطات قدرت إنها تحدد الموقع اللي كان فيه إميرسون، وقدروا إنهم يلقوا بالقبض عليه. ولكن زي ما كان متوقع، كان متنكر وكان عايش فيها في دور مكسيكي، زور بطاقة هوية باسم مختلف، وكان عايش في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في ولاية تكساس. ولكن طبعا مع نشر الإخبارية بصور متعددة ليه بتغيير شكله، في حال إن هو كان حاول يغير من ملامحه أو من هيئته، قدرت إنها تعرف بعض الأشخاص عليه ودلوا عليه، والسلطات في الولايات المتحدة الأمريكية سلمته لجمهورية جواتيمالا. وخلوني أقول لكم إن فكرة القبض عليه كانت حدث كل الصحفيين وكل وسائل الإعلام كانت منتظراه. لما كانوا مستنيينه في المطار، بمجرد ما نزل وبدأوا إنهم يطرحوا عليه الأسئلة، كان بيرد عليهم بطريقة مبهمة مستفزة لأبعد الحدود. يعني مثلا لما كانوا بيوجهوا ليه السؤال هو ارتكب كل الأفعال دي ليه، كان بيرد عليهم ويقول لهم إن هو مش قلقان من أي حاجة، وإن الحقيقة هتبان في النهاية. ولما كانوا بيسألوه البيت اللي ادعى بإنه كان هيأجره لجبريلا وأمها ليلي هو بالفعل كان بيأجره، رد عليهم وقال لهم والله أنا عندي بيوت كتير وبأجر بيوت كتير، وأنا مش فاكر أنتوا بتتكلموا عن أنهي بيت فيهم. يعني باختصار كان بيحاول إنه يسوحهم وما يديهمش أي إجابة على أي سؤال كانوا بيسألوه. محامين إميرسون كانوا بيحاولوا إن يتم إطلاق سراحه على ذمة القضية وإنه يتحاكم وهو في الخارج، ولكن بعد جلسة استماع على مدار 9 ساعات كاملين
القاضي حكم بأن إمرسون لازم يتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية وأنه ما يتمش إطلاق سراحه، وتم توجيه الاتهام ليه بالقتل لجبريلا ومحاولة قتل أمها ليلي، ولكن تم إسقاط تهمة السرقة المشددة أو السرقة تحت التهديد، لأن القاضي كان بيعتقد إن فكرة إنه كان بيحاول يسرق منهم تليفوناتهم وفلوسهم ومجوهراتهم كانت بس فكرة للتستر على الأمر، ولكن كل الحاجات اللي سرقها ما كانتش هتعمل له أي شيء، حتى إن القاضي كان مقتنع تمام الاقتناع إن الدافع ورا الجريمة ما كانش السرقة، لأن على حد أقوال ليلي إنهم حتى لما سلموه كل شيء هو ما أطلقش سراحهم ولا سابهم في حالهم. وبرغم من إن الأدلة كانت كلها واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، إلا إن محامين إمرسون كانوا بيحاولوا يأجلوا الجلسات مرة ورا مرة، ومرت 5 سنوات كاملين وملف القضية في المحكمة لحد ما هنوصل لشهر يوليو من سنة 2022. في خلال جلسة من جلسات المحاكمة محامين إمرسون كانوا بيقولوا إن رواية ليلي عن هروبها ووصولها للطريق وإنها مرت عبر النهر وإنها حاولت تجر بنتها وكل الأمور دي إنها مستحيل تحصل وإنها بتكذب فيها وإنها بتبالغ، وكانوا بيطلبوا إن يتم فحص المكان اللي ليلي كانت بتقول إنها عبرت منه. بالفعل القاضي أمر بإن يتم فحص المكان، ولكن بعد مرور كل السنين دي كان المكان اتغير بعوامل كتير ومتعددة، ولكن الأطباء اللي شهدوا في قاعة المحكمة واللي كانوا بيعالجوا ليلي بمجرد وصولها للمستشفى أكدوا إنها إصاباتها كانت بالغة بالفعل، وإنها كانت مصابة بإصابات تعرض حياتها للخطر، ولكن ده ما يمنعش إنها بالفعل قدرت إنها تحاول تنجب حياتها وتخطط النهر زي ما وصفت لحد ما وصلت للطريق وطلبت المساعدة. ولما المحامين حاولوا يشككوا في الاتهام الموجه لإمرسون وكانوا بيقولوا إن شخص غيره ممكن يكون ارتكب الجريمة وإن ليلي اختلط عليها الأمر، في الوقت ده ومع فحص سجلات الهاتف لتليفون إمرسون والتليفون ليلي وتليفون جبريلا اتأكدوا بأنهم كانوا في نفس الموقع في الوقت اللي حصلت فيه أحداث الواقع. فاكرين لما قلت لكم في البداية إن الشرطة تحصلت على حمض نووي؟ الحمض النووي ده كان بيعود لإمرسون وقدروا إنهم يتأكدوا من الأمر ده بتحليل عينة منه، وكمان الخشبة اللي استخدمها إمرسون في توجيه الضربات لليلي وجبريلا كانت مرمية في وسط الغابة، قدر أفراد الشرطة إنهم يتحصلوا عليها وكان موجود عليها الحمض النووي لإمرسون نفسه. طبعا كل الأدلة دي كانت ضد إمرسون وكانت بتأكد إن مفيش أي شخص تاني غيره ممكن يكون ارتكب الجريمة، وعلشان كده القاضي حكم عليه بأنه مذنب في كل التهم الموجهة ليه، وتم الحكم عليه في مقتل جبريلا بالسجن لمدة 50 سنة، والحكم عليه في الاتهام الموجه ليه بمحاولة إنهاء حياة ليلي بالسجن لمدة 16 سنة و8 شهور، بمعنى إن إجمالي الحكم عليه اللي هينفذه وهيكون مسجون فيه هو عبارة عن 66 سنة و8 شهور. طبعا أسرة جبريلا بالإضافة لزوجها وأمها ليلي اللي تعافت ورجعت بعض الشيء لحياتها، لكنها ما قدرتش إنها تتخطى مقتل بنتها قدام عينيها، كانوا سعداء جدا بالحكم اللي تم الحكم بيه على إمرسون، برغم إن مفيش أي حد قدر يتوصل لإجابات عن السبب والدافع ورا فعلة إمرسون من الأساس. الدافع ما كانش دافع السرقة وهو أكد على الأمر ده، وهيئة المحكمة كانت مقتنعة بأن الدافع ما كانش بدافع السرقة، ولحد ما اتقفل ملف القضية مفيش أي حد قدر يعرف إيه اللي خلى إمرسون يخرج عن نطاق السيطرة ويهاجم جبريلا وأمها ليلي بالصورة الوحشية دي. ولكن الشيء الوحيد اللي الأغلب بيرجحه إن إمرسون كان حابب إنه يرجع للأضواء، حتى لو كان هيرجع للأضواء بجريمة هيرتكبها. هو كان معتقد إنه لما يرتكب جريمة ومفيش أي حد يقدر يقبض عليه إنه هيكون سعيد لما يكون في شخص بيدور عليه وهو مش عارف هويته، وكان في احتمالية إنه يتحول لقاتل متسلسل بدون ما أي حد يعرف عنه أي شيء. والبعض الآخر بيعتقد إن إمرسون ممكن يكون شاف في جبريلا وأمها ليلي شيء بيفكروا بشيء من ماضيه، وإنه علشان كده بدأ إنه يهاجمهم ويعتقد إنه بينتقم من شخص كان أذيه في الماضي. أيا كان إيه السبب اللي علشانه إمرسون ارتكب الجريمة، الكل متفق على إنه شخص غير سوي نفسيا، وإنه أنهى حياة جبريلا بدون أي وجه حق، وعرض أمها ليلي لصدمة عمرها في حياتها ما هتقدر تتخطاها. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكركم جدا على المشاهدة. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك، اكتبوا لي في الكومنتات هل ده تعتقدوا إن الدافع ورا ارتكاب إمرسون لفعلته إنه كان فعلا جبريلا وأمها ليلي بيفكروه بشخص من ماضيه زي أم ليه أو أخت أو حتى صديقة، ولا إنه كان بيحاول إنه يكون قاتل متسلسل وبدأ بجبريلا وأمها ليلي وكان هيكمل مسيرته لولا إلقاء القبض عليه؟ ولو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتستنوني كل يوم حد وخميس وقصة جديدة. سلام.